وضح انه اكثر من 23% من الاطفال في المجتمع السعودي تعرضوا للاغتصاب الجنسي. خطير. وضح انه اكثر من 23% من الاطفال في المجتمع السعودي تعرضوا للاغتصاب الجنسي. اوكي. حوالي ربع اطفال حوالي ربع الاطفال السعوديه متعرضين للاغتصاب الجنسي. 62% من هذول الاشخاص يعني لا عفوا، هم ظاهر انه هذه الدراسه سواها على طلبه الجامعه. اوكي. فكان 23% تعرضوا للاغتصاب الجنسي في مرحله الطفوله. 62% منهم كان من طبعا ما صرحوا لاحد ابدا، ويرجع هذا الموضوع لانه اللي اغتصبهم من الاساس او اللي تحرش فيهم كان من احد الاقارب. نعم. وفي الدراسه هذه ذاكر انه اكثر من 16% من الاقارب، يعني تحديدا 5% من الاخوه والاخوات، 2% من المعلمين، و1% اباء وامهات. في دراسه اخرى او هي كانت دراسه مسويتها الدكتوره انعام الربوعي. اوكي. هذه الدكتوره هي رئيسه قسم جراحه الاطفال في مستشفى القوات المسلحه في جده. نعم. ذكرت او حذرت من انه السنوات القادمه سوف تعاني او نعاني كمجتمع من حالات منتشره جدا جدا من الشذوذ الجنسي. ارجعت هذا السبب للاعتداء الجنسي على الاطفال وكثره الحالات اللي ترد للمستشفى من الاعتداء الجنسي للاطفال، كذلك العنف الاجتماعي الذي يقع على الطفل. وذكرت كذلك انه في المستشفى بالمتوسط يأتيهم كل تقريبا 3 حالات في الأسبوع هذا اعتداء جنسي. أوكي. وش يكون مصير هذه الحالات لما توصل؟ والله أنا ما أدري، بس هذا اللي يعني هذا اللي ذكرته على فكرة بجريدة الوطن السعودية، يعني كانت مطبوعة وأنت عارفة جريدة الوطن من الجرائد اللي جدا ثقة. نعم. بالإضافة لذلك في دراسة في مكتب الإشراف الاجتماعي، هذه الدراسة برضو خطيرة جدا. تقول هذه الدراسة إنه نسبة 46% من الطلبة في مدينة الرياض يعانون من الشذوذ الجنسي. 25% من الطلبة في مدينة جدة يعانون من الشذوذ الجنسي. نسبة كبيرة. نسبة جدا كبيرة. على فكرة هذه الأشياء يجب أنه نحن نواجهها بشفافية جدا جدا. يجب أنه نعرف هذا الكلام لا يسيء لأحد، لا لوطن ولا لمجتمع، لكن لازم أنه نحن نواجه هذه الحقائق، لأن هذه حقيقة. أوكي؟ يجب مواجهتها حتى لو كانت مخيفة. هي مخيفة وجدا مخيفة. إذا أغفلناها معناها نحن ما احنا واعين لحجم، لأن هذه الأرقام تكون سريعة. فجأة تلاقي مجتمع صار مفتت هش. لما يكون عندنا نسبة من الطلبة والأطفال أو المراهقين شادين ومثليين، هذه مصيبة حقيقية. يعني أنت ما عندك مجتمع قوي فعلا. يجب أن فعلا ننظر لهذا الموضوع بنظرة أكثر جدية. طب هذا يعني شيء جديد في السعودية أن تنشر عبر الصحف مقالات، هناك مقالات كتبت عن الموضوع. الدراسات التي ذكرتها ما تعتبرين شيء جديد؟ لا، هو مو جديد. يعني الدكتورة هناء المطلق كانت من عام 96 تكتب عن التحرش الجنسي، تكتب عن الحالة كثير، يعني هي من أول الناس. كذلك في كثير ناشطات حقوقيات وناشطات في مجال الطفل بالذات، يعني في من زمان، وفي لجان عندنا في المستشفيات. يعني ليس هناك رفض من قبل المسؤولين لطرح مثل هذا الموضوع؟ لا، نحن اساسا حتى خادم الحرمين الشريفين الان مركز يعني في تركيز حقيقي على هذه القضيه. عشان كذا صار في برنامج الاسري الوطني، عفوا برنامج الارشاد الوطني الاسري. نعم. اوكي. فيعني في كثير مشاريع، لكن لازم تفعل. اوكي. في تعاون من المجتمع. بالتعاون. لا، في بيروقراطيه احيانا. يعني عندك في كثير من المشاريع، يعني حتى في دعم لها من الدوله، لكن في البيروقراطيه تعيق انه هذه المشاريع تكون فاعله في المجتمع، تكون فاعله. نحن عندنا انكار لمشاكلنا، وهذا مشكله. انك انت ما انت قادره تواجه مشكلتك. نعم.